في هذا الوقت تحديداً، ومع انتشار الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جداً في الكثير من المجالات، وخاصة مجال صناعة الفيديوهات، صار لازم يكون عندك استثمارك الخاص بهذا المجال. وهذا الاستثمار غير كل الاستثمارات اللي بتعرفها، لأنك ما رح تدفع فلوس لتقدر تربح. اليوم يا صديقي صناعة فيديوهات الشورت صارت أسهل بكتير من قبل، لأنه بكل بساطة أنت مالك مضطر تستخدم الكاميرا، ولا مضطر تستخدم ميكروفون، أو حتى أنك تعذب حالك بكتابة سكريبت أو البحث عن صور، لأنه الذكاء الاصطناعي رح يقدم لك كل هاي الأشياء مجانا. أنت سامع شو عم قلك يا صديقي؟ كل هاي الأشياء مجانا، يعني ما عاد عندك حجة أنك ما تبدأ. في كتير أشخاص دخلوا على هذا الفيديو ليشوفوا المحتوى شو بيقدم هذا الفيديو، وبكل بساطة رح يخلص الفيديو ويطلعوا من الفيديو هن خسروا كم دقيقة من وقتهم وبس. صديقي اليوم أسهل شيء إنك تطلع فلوس من الإنترنت، لأنه كل شيء متاح بالنسبة لك وين ما كنت، حتى لو كنت بدول محظورة عن الربح. أكثر منصة لانتشار الفيديوهات قدمت تحديث جديد بيسمح لك تربح على كل 1000 مشاهدة على الفيديوهات القصيرة $1. أكيد عرفت هاي المنصة، تيك توك، أو ما يدعى بالتحديث الجديد تيك توك بيتا. طيب لو قلت إنه هاي الخدمة فقط متاحة بالدول الأوروبية وأمريكا والدول المتقدمة، سهلة يا صديقي. اليوم راح أقدم لك خدمة الحصول على تيك توك بيتا، ولكن بالبداية خليني أورجيك شو راح يقدم لك الذكاء الاصطناعي بهذا الفيديو. صنعت محتوى شورت قصص معبرة، استخدمت أحدث أدوات إنشاء الصور وأحدث أدوات التعليق الصوتي اللي قدمها الذكاء الاصطناعي. بتقدر تختار الشخصية اللي حابب تقدم لك المحتوى، وبهذا الموقع في شخصيات كتير وكلها رح نحصل عليها مجانا يا صديقي. مثلا بتقدر تخلي ناروتو يقدم لك محتوى، أو سبونج بوب مثلا، أو أندروتيت، أو أي شخصية بدك إياها. بهذا الموقع في أكثر من 3000 شخصية. بعتقد إنه صار الوقت لتبدأ رحلتك في عالم السوشيال ميديا. لو مستعد يا صديقي لتتعرف على هي الطريقة المميزة اللي رح أقدم لك إياها اليوم، أثبت وجودك ودعمني بزر اللايك، وخليني أقول لك شلون أعمل فيديو شورت بأقل من 10 دقائق. أول شيء رح يكون الفيديو باللغة العربية بناء على طلب أحد المتابعين. طبعا أنا كثير بتشكرك على تعليقاتك الحلوة، وبتمنى إنك تدعمني دائما وشوف تعليقاتك المشجعة على كل الفيديوهات. أول خطوة رح تكون تحديد فكرة القصة. أي فكرة بتخطر على بالك فورا توجه على شات جي بي تي واطلب منه قصة عن هاي الفكرة. أنا أجد ببالي صراع بين شيطان وشاب. بعرف فكرة غريبة شوي، بس المحتوى رح يطلع كتير حلو. بعد ما حصلت على القصة رح انسخها بهذا الشكل وتوجه على موقع توب ميديا اي اي. رح سجل بحساب وهمي من ايميل مهمل، لأن الموقع بكل بساطة رح يعطيني عدد قليل من الكريدت. وهلأ صار فيني اختار الشخصية من هذا المكان. طبعا في عنا كتير شخصيات، وبهذا النوع من القصص لازم يكون الصوت عميق وخشن لكي يتناسب مع أحداث القصة. بالمناسبة هذا الموقع فيه مفاجأة متأكد رح تدر عليك أرباح كتيرة، ولكن ما رح نحكي عنها بهذا الفيديو. رح خصص لها فيديو ورح نتكلم عنها بالتفصيل. ولو فرضنا أني اخترت هذا الصوت، وهلا رح نختار اللغة من هون، ورح ننسخ النص بهذا المكان. طبعا في عندك حرية اختيار خامة الصوت والتعديل عليها من هذا المكان. بالضغط على زر تشغيل رح يكون عندنا الصوت جاهز. لو ضغطت على تحميل رح تلاحظ انه بدك تشترك. طيب هون صار لازم نتحايل على الموقع، ورح نقوم بتسجيل الشاشة لنحصل على الصوت مجانا. تقدر تستخدم اي مسجل شاشة. في عتمة ليل دامس، حيث الظلال تتلاعب بالضوء وتمتزج بالظلام، وبعدين رح تحول الفيديو لصوت من خلال موقع كونفيرت. طبعا كل الروابط رح تلاقيها بصندوق الوصف. وهلا بعتقد انه خلصنا من هاي الخطوة، وبقينا عندنا الخطوة الأخيرة بهذا الفيديو وهي الأهم، وهي تصميم الصور. بصراحة كنت استخدم موقع ليوناردو، ولكن حاليا هذا الموقع صار كتير سيء، وخصوصا بالأدوات المجانية. ليك استعنت بموقع سي ارت اي اي. هلا رح نتوجه لشات جي بي تي ونطلب منه وصف للشخصيات اللي بالقصة. وكل اللي رح نعمله رح نتوجه على موقع سي ارت اي اي ونضيف النص بهذا المكان.
ولكن لو ما ضبطت الإعدادات بهذا الشكل راح تطلع عندك صور مختلفة بعض الشيء. لهيك راح نضغط على خيار استوديو، وبعدين نخلي ستايل أنمي بهذا الشكل. بنحدد المقاس من هذا المكان وبنختار عدد الصور بكل مطالبة، وبعدين بنضغط على جينيريت ونعيد العملية بكل المطالبات اللي عنا. هلأ بنحمل الصور بهذا الشكل، نتوجه لموقع كاب كات. ولكن صديقي، لو وصلت لهذا المكان وما اشتركت فلازم تشترك، ويا سلام لو حطيت لايك على الفيديو، هيك بتكون ساعدتني كتير. بنفتح موقع كاب كات وبنختار كرييت وبنختار مقاس فيديو شو، وهلا رح نرفع الصور والتعليق الصوتي بهذا المكان، وبكل بساطة رح نسحبهم لهذا المكان ونرتبهم بطريقة مناسبة مع الصوت. نتوجه لخيار الانتقالات ونضيف بعض الانتقالات حسب الرغبة. يحمل آدم شاب، وبعدين بنضيف بعض المؤثرات أيضا من هذا المكان. بتقدر تختار يلي بيعجبك يا صديقي. وأهم شيء هلا هو الموسيقى، لازم تكون الموسيقى حماسية بنضيفها من هذا المكان. في عتمة ليل دامس حيث الظلال تتلاعب. وأخيرا راح نضيف الترجمة التلقائية للفيديو بهذا الشكل. تقدر تغير حجم الخط وستايل الخط من هذا المكان. لو كنت راضي عن التعديلات الخاصة بالفيديو فصار لازم تصدر الفيديو من هذا المكان. بتمنى يكون الفيديو عجبك، وبتمنى تشتغل بهذا المجال. على القليلة حاول انك تشتغل بهذا المجال، لانك صدقني لو ما اشتغلت روحت على حالك فرصة كبيرة لا تعوض. وهلا خلينا نشوف الفيديو، وبعد الفيديو راح اعطيك طريقة الحصول على حساب تيك توك بيتا من اي مكان انت فيه يا صديقي. في عتمة ليل دامس حيث الظلال تتلاعب بالضوء وتمتزج بالظلام، ولدت معركة بين الخير والشر، بين شاب يدعى آدم وشيطان يجسده الظلام نفسه. كان آدم شابا شجاعا وصلب الإرادة، كان يحمل في قلبه شمعة صغيرة من النور تتغلغل في أعماقه وتضيء له طريق الحق. أمامه وقف شيطان، كانت عيناه مصدرا للظلام تتخذ شكلا مرعبا ومهلكا. بدأت المعركة بينهما، كل واحد يستخدم أسلحته الخاصة. آدم كان يتقن فنون القتال بالسيف، يتحرك بسرعة ورشاقة محاولا ضرب الظلام بقوة وشجاعة، بينما الشيطان يستخدم حيلته وغدره، يحاول إغراء آدم بالشهوات والميل إلى الظلام. مرت الدقائق كالسنين، الصراع لم يكن سهلا بالنسبة لآدم، لكنه لم يستسلم. بينما الشيطان كلما تلقى ضربة يظهر من جديد بقوة أكبر، يحاول أن يطفئ النور داخل قلب آدم. في النهاية وبعد معركة طويلة وشاقة استطاع آدم بقوة إيمانه وإرادته الصلبة أن يطرد الشيطان بعيدا. وفي لحظة انتصاره تأكد له آدم أن النور دائما سينتصر على الظلام، وأن الخير دائما سيهزم الشر. وبينما يتلاشى الشيطان في دهاليز الظلام أشرقت الشمس ببطء، والنور انبثق بقوة ملئ العالم بالدفء والأمل مرة أخرى. انت وصلت لهون، فاكيد انت منتظر اللحظة اللي راح اقدم لك فيها حساب تيك توك بيتا. اول شيء يا صديقي، الخدمة ما لها مجانية ولكن سعرها جدا رخيص، وخاصة لو انت متأكد انك راح تستمر بهذا المجال. في صندوق الوصف راح تلاقي رابط تيك توك بيتا، ادخل عليه واقرأ جيدا المقال وشاهد الفيديوهات، ولو عجبتك الفكرة تقدر تشترك من هذا المكان. ولا تنسى تراقب بريدك الإلكتروني لأنه حسابك راح يتفعل من خلاله. ولهون بتمنى لك التوفيق، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.